النهارده هنعمل طاسه المزاليك، انما ايه مزيكا، ما ينفعش ليله العيد من غير ما نعمل طاسه المزيكا. اكله كده خطيره تخلصي فيها 10 رغيفه ما تقولش لا. يلا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. اول حاجه عملنا الكفته، حطيت على نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه والورق البقدونس حزمه واحده، ملح وفلفل اسمر، وزنبختهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما تلاقيها شعرت معاكي. هي كده مش هتفك منك، لفيها كور، كوريها كور كده، حطيها على جنب. المكونات اللي معانا قلوب وكلاوي وسجق والكفته طبعا وكبده، ومعانا فلفل اخضر وفلفل احمر والوان وراس تومه وملح وفلفل اسمر وكمون وشطه. دي مكونات طاسه المزاليك. وطبعا السمين هننزل بمعلقه سمنه بلدي، وبعد كده بالسمين بتاعنا بيت الكلاوي نروح جاي مقطعينه قطع صغيره، ولما يسيحوا مع بعض كويس ننزل بيها معانا بالقلوب الاول. بعد كده تنزلي عليها بالكلاوي، كل حاجه ما تشمع تروحي جايه حاطه اللي بعدها. بعد كده نزلي الكفته بتاعتك، وبعد ما تخلي الكفته معاكي تاخد لون منك وتاخد منك الصدمه، نزلي السجق بتاعك، قلبي بقى المكونات كلها دي مع بعض كده. بعد كده حطي عليها راس توم مفرومه حلوه قوي، وبعد ما يدوقي ريحه التوم تطلع معاكي نزلي الخضار، البصل والفلفل الالوان والفلفل الاحمر، الاخضر الرومي. بعد كده حطي ملح وفلفل اسمر وكمون، وحطي شطه لو عايزاها سبايسي. هنخليها على نار متوسطه ونحضر بقى سلطه جميله جدا للمشاوي، عباره عن بصل وفلفل، حط عليها معلقه سماق وخل وشويه ملح وبس كده. بجد رهيبه السلطه دي جنب اي مشاوي معاكي او اي اكل فيها لحوم. وبكده عملنا احلى سندوتش، انما ايه مزيكا.